أنت بيننا فضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان خليفة، ومع أنه خليفة كان ينتظر ما يخرج من بيت المال فقط. المرتب البدولة بس، كان المرتب انقطع في نص الشهر، ثاني بيقلب جعل لحد ما الشهر يجي شهر هكذا. فمر رجع فذهب غلامه وجاءه بطعام، فأكل من الطعام لقمة واحدة، شاد اللقمة خدتها في خشبه. بعد ما أكل بتونس معه يعني في الأكل، قال من أين لك هذا؟ قال كنت قد تكهنت في الجاهلية، يعني أو كان ممن يتكهن في الجاهلية. الكهانة اللي هي العرافة والدجل والشعوذة دي. قال فوجدت من أعطاني نظير كهانتي. الأكل قدامه واللقمة أكلها. أدخل أبو بكر الصديق يده في فمه وجعل يتقيئها حتى خرجت. قال لو أبت أن تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها. إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به في الورع. رفع يديه لله، قال له اللهم إني أعتذر إليك. اللقمة ما أكلها ومرقت، لكن ما مرقت كلها، مما خالط الأمعاء وحملت العروق. اللقمة بقى منها باقي ما قدرت أمرق، يكون ده مش مع الدم. قال له ده أعفى لي فيه يا الله. بعد ما مرق اللقمة رايك شنو؟ ورع ولا ما ورع؟ بالمناسبة ورع الصحابة يدل على ورع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلمهم وأستاذهم ومربيهم، ولأنهم أصلا ما عرفوا الورع وما تربوا عليه إلا على يده صلى الله عليه وسلم. أنت بيننا